سامعين صوت القرمشة؟ ده قرمشة حاجة خرافة، مش عارف اذا كان ده جلاش بلحمة مفرومة ولا جلاش حلو. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. فكرة جميلة ويلا بينا. طبعا جبت البلانشة وغسلت الخضار اللي انا هشتغل بيه اللي هو البصل وفلفل. طبعا انا استغنيت عن الطماطم فقط بس البصل. بدأت انا عشرته ونضفته كويس من البقعة السودا اللي فيه، وبدأت انا افرمه زي ما انتوا شايفين كده. بدأت في ناس بيقولوا عليها تقطيع بالنواز، وكان قطعته مفروم على قد ما حاولت ان انا اعمله خالص. بعد كده جبت قرن او قرنين فلفل رومي على حسب ما انت عايز تحط، وبدأت اشيل منه البذر او التقى بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. وبرضه بدأت ان انا افرمه فرم حلو جدا عشان خاطر كل دوت لازم يبقى مفروم. وبعدين الفلفل مش شرط انت تفرمه جامد لانه كده هو بينيخ او بيطرى اكتر على اللحمة المفرومة وهي بتتعصج او بتستوي. بدأت بالشكل كده ان انا افرم الفلفل. طبعا جبت الحلة اللي انا هعمل فيها اللحمة المفرومة، وبدأت ان انا اعصج اللحمة المفرومة. اضربها بمضرب بعد كده احط في الصينية. طبعا وهي خلاص بدأت ان هي خلاص تعصج، نزلت بالتوابل كزبرة وفلفل اسود بس، وممكن احط ملح بس ده من دلوقتي. وبدأت احط البصل وهي داخلة على نص سوا. بعد كده نزلت بالملح ونزلت كمان بنص عود فلفل حصى او خشن زي ما بتحبوا تسموه، ونزلت بقى بقية الخضار بتاعنا والفلفل. وبدأت انا اقلب ده كله، وبعد كده بدأت اجهز الابراي بتاعي او الشوربة او الصوص ايا كان اللي انتوا بتسموه او المارينيه اللي احنا هنحط بيه الجلاش اللي هنسقيه بالجلاش. جبت شوية لبن ونزلت بالزبدة مبخرة، وبعد كده نزلت بالمرقة ونزلت بالملح ونزلت باللبن ده شوية مية عشان ميفورش معايا وانا بعمل الجلاش. طبعا وانا بلفه كده كان الحلة عمالة تلف، كنت هنا ولازم اقلب ده كله كويس جدا يا جماعة عشان خاطر الملح والماء وكده لازم ان هما يتجانسوا كويس جدا، ولازم ان هما يبقوا كلهم خدوا نفس القوام الواحد. طبعا جبت الجلاش عندي، الجلاش عادي ورقة رفيعة درجة أولى، وبدأت إن أنا أفرده كده زي ما انتوا شايفين. وبعد ما بدأت أفرده بدأت إن أنا أقطعه بس على قد ما تقدر. لو أنت عارف حجم الصينية بتاعتك حاول إن أنت تقطعه صغير عشان خاطر حتى وأنت بترصه يبقى شكله حلو كده مش متبادل. بس عامة الجلاش لما بيخش الفرن كله بيبقى واحد. طبعا بدأت جبت الصينية عندي وبدأت أنا أحط الزبدة اللي أنا عاملها، وبدأت أنا أدهن الصينية بالزيت كمان من الجناب عشان تديني وش كريسبي. وبدأت أنزل بالجلاش زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده طبعا في ناس بيحطوا ورقة وزبدة ورقة وزبدة، أنا منصحش بالفكرة دي. انت أحسن لك تحط زبدة تحت وبعد كده تحط ورقتين زبدة عشان كتر الزبدة متخلوش أو الزيت أو الزبدة اللي انت هتحطه في الجلاش متخلوش إن هو يشرب زيت كتير ويبقى عامل إن انت بتاكل حاجة مزيتة أوي. طبعا حطيت بس بين كل طبقتين او 3 زبدة، وبعد كده نزلت بالطبقة وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة. ولازم اوزع الزبدة بالذات على الاحرف بالذات في قلب الجلاش من تحت بحيث يبقى كله يبقى واخد وش الذهبي ووش الكريسبي القرمشة الحاجات دي كلها. ونزلت طبعا جبت اللحمة المفرومة وبدأت انا انزل بيها. طبعا اللحمة المفرومة دي انا صفتها كويس جدا من المية او من الصوص بتاعها او الجيميت اللي هو بينزل منها. وبدأت ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصراحة انا كنت جعان، اللحمة كان نفسي اصلا اكل لحمة كده من غير اي حاجة، كان طعمها حلو جدا. وبدأت بالفعل انا بعد ما انتهيت خلاص نفس اللي انا عملته في الدور الاولاني او في المرحلة الاولى هعمله برضو في المرحلة التانية، الا هو ان انا احط طبقتين واحط زبدة زي ما انتوا شايفين. بعد ما دهنت بالذات بالاحرف جبت القطاعة عندي وبدأت انا اقطع الجلاش. بدأت انا اقطعه بعجلة البيتزا. طبعا لازم الجلاش اقطعه قبل ما ادخله الفرن. وبعد كده بدأت ان انا زي ما شايفين كده اقطعه، بس طبعا بعد ما قطعته قطعته كذا تقطيعة. بس طبعا لما لقيت انا واحد صاحبي بس اللي هناكل حبيت ان انا ازود وفي نفس الوقت اخلي التقطيعة تبقى كبيرة شوية. بعد ما قطعته زي ما انتوا شايفين كده قلت اما انا اديله كمان طبقة كمان ولا حاجة، وبالفعل اديته كمان طبقة او طبقتين جلاش كمان زي ما انتوا شايفين كده. بس قبل ما اديله طبقتين بعد ما قطعت اول تقطيعة نزلت اول حاجة بشوية ابراي او شوية بيون اللي انا عملتهم.
وخليت حاجة بسيطة يعني بمعيار مثلا نص كوباية. بدأت ان انا اوزعه في الصينية بالشكل ده. حسيت ان انا عايز اخلي التقطيعة كلها كبيرة بحيث ان الواحد يمسك القطعة قطعتها. زودت كمان طبقتين. بدأت انا اقطعها تاني بس اخليها على 4/4 بس. ممكن تخليها على نصين بس انا انصح انت تخليها كل ما تقطع اكتر كل ما كل ورقة في الجلاش هتاخد تستنج حلو وتاخد طعم احلى وتاخد الورقة مع نفسها وكل الشوربة او كل المرينين اللي انت عامله هيطولوا في ورق الجلاش وهيتعمق جوه. طبعا دوت بعد ما قطعته على 4/4 فحبيت ان انا ازود له كمان شوية مارينيه او شوية شوربة. بعد كده بدأت ان انا اوزعه بالشكل ده، مزودتش برضو، هو يعتبر اقل حاجة خالص. وبدأت ان انا اوزعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص دخلته الفرن وطلعته، خليته ياخد وش الاول تحت. كان بصراحة كان شكله حلو ومقرمش ومكرمل كده وحاجة شيك. طبعا كان شكله حلو وكمان كانت ريحته حلوة اوي. حاجة كده شبعتني بجد اوي. وكمان الارضية بتاعته كانت محمرة حلوة اوي. هقلبها لكم دلوقتي بس هوريكم بس ايه الصوت عامل ازاي. ده كان صوت الجلاش، حاجة روعة. جبت بقى شوية معلقة كده من المرينين اللي عندي وبدأت ان انا اطر على الجلاش كده اوزعه على الجلاش وبعد كده اغطيها لحد ما تطرى معايا. بعد كده كان بعد ما طري معايا ده كان شكله. كانت حاجة فعلا يا جماعة لا توصف. كانت ريحة وتستنج وحاجة حلوة. دلوقتي هقلبه عشان اوريكم الوش اللي تحت كان عامل ازاي. ده بعد ما قلبته شوفوا اللي تحت احسن من اللي فوق واللي فوق احسن من اللي تحت. بس طبعا اللي تحت احسن عشان خاطر الزبدة الحلوة، الزبدة البلدي الجميلة. وبصراحة كان حاجة يا جماعة النظام باين جميلة عندك. اوي. وبالذات لما طيرة وهدا كمان طعمه حلو وكان سخن اوي زي ما انتوا سامعين كده. ده صوته. وده مش ناشف اوي، لا ده طري جدا بالعكس. بس الزبدة وسن كده القطع طلعنا من غير اللي يصنع خلته حضرتك. جوسي. وبالذات بعد شباب التوزيع الفيديو. والتقطيع اللي أنا قطعتها له حاجة حلوة اوي. وصاحبي طبعا كان جعان زي ما انتوا شايفين كده. كانت حاجة حلوة. أتمنى إن طبعا انت ليك نص الحلقة الفور ولا نص الربع؟ متنسوش شفاصة مش عاوز. دي حاجة بسيطة. طريقة عمل الجلاش ده كده يا جماعة حرفيا مش محتاج زي ما بيقولوا صعب ولا أي حاجة. محتاج أنت كنت داخل كده تسمي الله وتتكل على الله وإن شاء الله وتبدع في الحاجة اللي أنت بتقدمها. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله على قناة رامي سعد محجوب. شكرا، السلام عليكم.